السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. 3 مباريات. المقاولين والحرس كانت الساعة 6. حبايب بدون أهداف على مدار ال90 دقيقة، وكانت مباراة يعني إلى حد ما متوسطة المستوى. لعب من الفريقين بدون أي فرص حقيقية أو تهديف علشان يرتضي المقاولين بنقطة ويرتضي الحرس بنقطة. يمكن النقطة يمكن يعني إلى حد ما كويسة بالنسبة للحرس اللي كان باي الأسبوع الأولاني وكسب الأسبوع التاني. كسب الأسبوع التاني وخطف 3 نقاط من البنك، وادي النهاردة نقطة 4 نقاط. ولكن المقاولين هزيمة ثم تعادل ثم تعادل، نقطتين. بيثبت أقدامه في الدوري الممتاز، لسه صاعد مع الكابتن مكي. فارتضوا نقطة هنا ونقطة هنا. ثم مباراة الزمالك ومودرن، الزمالك تقدم بهدف عن طريق الفينا، اللاعب البرازيلي اللي احنا بنقول لعيب كويس، واتكلمت الفيديو اللي فات قلت لعيب كويس وعنده مهارة. النهارده أحرز هدف جميل، اتلعبت في ظهر الناس، راح قطم بالراجل وحط لبس في وش رجله، راحت في بعيدة. 1-0. ثم هدف تاني عن طريق شيكوبانزا. طبعا جلت من ايد ابو جبل، ولكن هدف تاني. مودرن يحاول يقدر يحرز هدف برضو، خطأ من صبحي. ولكن مودرن بعد كده ضغط بكل شراسة، بس الزمالك قدر يطلع بال3 نقاط لبر الأمان علشان يبقى في صدارة الدوري مع النادي المصري، هما بس اللي 7 نقاط. طبعا بدري على الصدارة، بس بنتكلم كل أسبوع بأسبوعه. ولكن لعيبة الزمالك، رأيي أنا مش بقدر أحكم على اللاعب بنسبة كبيرة، بنسبة 90% مثلا. أنا بتكلم بالنسبة لألفينا وشيكوبانزا وأغلبية صفقات الزمالك، إلا لما لاعب فرقة يعني من الفرق. يعني ألاعب مثلا، ألاعب مصري، ألاعب أهلي، ألاعب بيراميدز. هي المباريات دي اللي اللعيبة الكبيرة بتبان فيها. ولكن نادي الزمالك خد 3 نقاط، 7 نقاط، ماشي تمام. واحدة واحدة بيدخل المباريات. ثم المباراة الأخيرة سموحة وزد، هدف صامويل أمادو في الدقيقة 10، ثم هدف التعادل عن طريق المهاري سعد ميسي، وارتضوا الفريقين نقطة هنا ونقطة هنا. وبكده ختمنا الأسبوع الثالث، وبإذن الله داخلين على الأسبوع الرابع. وكل أسبوع الدوري بيحلو في السريع كده 3 أسابيع. الأسبوع الرابع، فكل أسبوع بإذن الله نشوف كرة أحسن ونتائج أفضل وأهداف أفضل. وأشوف حضراتكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.